تعالوا بينا ندخل على أحداث قصتنا الجديدة واللي هنشوف فيها بطل سوك اللي بيضحي بحياته عشان ينقذ بنته الوحيدة سو من خطر الزومبي، وازاي هيقدروا يوصلوا بالقطار لبر الأمان. تفتكروا ازاي هينجوا من الخطر وهيواجهوا ايه في طريقهم؟ هنعرف كل ده، بس تعالى بقى اما احكي لك القصة من أولها. بنروح بسرعة لمدينة سيول مع بطلنا سوك، المدير المالي لشركة كيماويات، واللي بيحصل فيها تسريب كيميائي، فبيطلب من سكرتيره الخاص إنه يتخلص من كل مستندات التسريب اللي حصل، وبيطلب منه يشتري هدية عيد ميلاد بنته الوحيدة لأنه ما عندوش وقت. بتتصل بيه طالته بعد الشغل وبتطلب منه يوصل بنتهم سو لمدينة بوسان لأنها حابة تشوفها، ولأنه لازم يوافي بوعده لبنته اللي دايما ما بينفذش وعوده لها، حتى إنه ما حضرش حفل مدرستها بالرغم من إنه وعدها يروح. بيروح سوكو بيدي بنته الهدية وبتكون زعلانة جدا منه، وبيلاقي إنه كان جايب لها نفس الهدية السنة اللي فاتت. بتطلب منه سو يوديها لوالدتها فبيوافق وبيروح يجهز نفسه، فبتدخل عليه والدته وبتتهم إنه مقصر مع بنته، وإنه خسر أسرته بسبب إهماله وإدمانه لشغله. وبتديله والدته فيديو خاص بحفل بنته سو، فبيكتشف إنها فضلت مستنياته للحفلة وبيحس بالذنب تجاهها. بنروح لليوم التاني واللي هيوصل فيه سوق بنته لمدينة بوسان، لكنهم بيلاحظوا في الطريق عربيات إسعاف ومطافي. بيكتشفوا إن في حريق كبير وبيوصلوا محطة القطر، وبنلاقي سوق مشغول بالكلام عن شغله في التليفون، وبيكون القطار على وشك التحرك، ولكن بتركب بسرعة سيدة والضابط مش بيلحق يشوفها. بتبدأ تحصل حركة غريبة في القطار، وهي إن السيدة اللي ركبت القطار بتتحرك بشكل غريب جدا وبتقع فجأة على الأرض، فبتحاول المضيفة تساعدها وبتلاحظ وجود أثر عضات على رجلها. بيسمع سوق أخبار عن أحداث شغب في الشوارع وبيتفاجئ باختفاء بنته من جنبه. بتكون المضيفة لسه بتحاول تساعد السيدة اللي وقعت في الأرض، وفجأة بعد ما كانت ميتة بتقوم وبتهجم على المضيفة والركاب، وبتقوم المضيفة بعد ما وقعت وبتبدأ هي كمان تهجم على الركاب. بيكون سوق بيدور على بنته في القطار، وبتكون سو بتدور على حمام، ولما بيلاقيها بيلاحظ إن في هجوم من الزومبي، فبياخد بنته وبيجري وبيقفل باب العربية وبيفتح الباب لراجل ومراته الحامل، وبيقفلوا الباب بسرعة. بيلاحظوا إن الزومبي مش عارفين يفتحوا الباب وإنهم بيهجموا على أي حد شايفينه، بس فبتغطي السيدة الحامل الباب بالورق. بتيجي مكالمة لسوك من والدته بتوصيه على سو، وبيبدأ صوتها يتغير وفجأة بيتقطع الخط. بيشوفوا الركاب في الأخبار إنه تم إعلان حالة الطوارئ في البلد، وإنه حالات التحول زادت وانتشرت في البلد كلها، وبيسمعوا إعلان من سواق القطر إن القطر هيقف في المحطة الجاية وإن الجيش مأمن المنطقة. بيكون سوق عمل اتصالاته عشان يتأكد من إن المحطة أمان، ولكن صاحبه بيقوله إن كل الركاب هيتحطوا في الحجر، فبيطلب منه سوق يساعده فبيوافق، وبيقوله يتحرك تجاه البوابة الشرقية والجيش هيساعده. بيوصل القطار المحطة وبينزل كل الركاب، وبتكون المحطة فاضية خالص، وبيتجه سوكو وبنته ناحية البوابة الشرقية، وبيكون كل الجنود اتحولوا لزومبي وبيهجموا على الركاب. بيتصل سوق بصاحبه ولكن بيقوله انه مش عارف يوصل للجنود بتوعه، وبيلاحظ ان الركاب بتجري ومرعوبين وان في زومبي هيهجم على سو. بيتدخل سانج وبينقذها وبياخدها ويجري هو ومراته، وبيقدروا يدخلوا مكان ويقفلوا على نفسهم، بس الباب بيتكسر وبيجروا كلهم على القطر عشان يلحقوه، لكن بيكون سانج متأخر فبيساعده سوك انه يركب القطار. بيتحرك القطار من المحطة، وبيكون السواق تواصل مع القيادة وقال لهم اللي حصل انه هيتوجه لمدينة بوسان. بيكون سونج وسو في عربية تانية لكن بيكون فيها زومبي، فبيستخبوا في الحمام. بيتصل سانج بزوجته وبيعرف هما فين، وبيتحركوا عشان يروحوا ينقذوهم، وبيبعدوا العربيات بصعوبة بسبب الزومبي. بيلاحظوا في طريقهم لما بيعدوا في ممر إن الزومبي مش بيهاجموهم في الضلمة لأنهم مش شايفين، وبيجروا ورا الصوت وبيستغلوا ده، وبيوصلوا للعربية اللي فيها سونج وسو، لكن النفق بيخلص، وبيعرفوا من الجي بي اس إن في نفق تاني لمدة دقيقتين، فبيقرروا يخرجوا في الوقت ده، لكن الزومبي بتكون كتير وقافلين الطريق، فبيطلعوا بيعدوا من مكان الشنط، بس واحد من الركاب بيقع وبيلتفت لهم الزومبي وبيحاولوا يساعدوه، بس النفق بيخلص فبيستخبوا ورا الكراسي عشان يوصلوا لعربية الركاب بأمان.
لما بيوصلوا لعربية الركاب بترفض تفتح لهم الباب، لكن وهم بيحاولوا يفتحوا الباب سانج بيتعض من زومبي، فبيقرر يضحي بحياته عشانهم وبيودعهم سانج، وبيطلب من سوك انه يخلي باله من مراته الحامل، وبيفضل واقف على الباب عشان ينقذهم. بيدخل سوك عربية الركاب وبيضرب يون لأنه كان رافض دخولهم العربية، لكن باقي الركاب بتخاف وبيطلبوا منهم ينفصلوا عنهم في مكان تاني وبيقفلوا عليهم. لكن سيدة من الركاب بتشوف أختها بره مع الزومبي، فبتفتح الباب وبيدخل الزومبي العربية وبيهجموا على كل الركاب، ومش بيفضل غير سوك والركاب اللي معاه. بيجي اتصال لسوك بيعرف فيه إن شركته كانت سبب في انتشار العدوى، وإن بوسان نجحت في الدفاع ضد الزومبي وإنها أمان. فجأة بيقف القطار لأن الطريق مسدود، وبينزل السواق يدور على قطر تاني عشان يكملوا الطريق لبوسان، وبيلاقي قطر وبيتحرك لكن بتحصل حادثة. بيشوف السواق يوم فبينزل وبيحاول يساعده، لكنه بيغدر بيه وبيرميه للزومبي، وبينقذ نفسه ويهرب هو ويركب القطر. وبينجح سوك وبنته وسونج إنهم يلحقوا القطار وبيركبوا، وبيلاقوا يوم في عربية السواق لكنه بيكون اتعض وبيهجم عليهم، فبيحاول سوك يحميهم وبيحط ايده على بق يون فبيعضه وبيرميه سوك من القطار بعد ما بيربط نفسه بسلسلة حديد. بيطلع سوك وبيعلم سونج ازاي توقف القطر لما يوصلوا بوسان، وبيقول لبنته تفضل مع سونج لحد ما يوصلوا، لكن بنته بتفضل تعيط وتتحايل عليه عشان ما يسيبهاش. بيقفل سوك الباب عليهم وبيقعد يعيط وبيفتكر ذكرياته مع سو لحظة ما شالها أول ما اتولدت لحد ما كبرت، وبيتحول سوك لزومبي وبيرمي نفسه من القطار، فبتفضل سوك تعيط لما بتشوف والدها. بيوصل القطر لبوسان وبيشوفهم الجنود وبيفتكروهم زومبي بسبب الضلمة في النفق، وقبل ما يقتلوهم بيسمعوا الجنود صوت سو وهي بتغني أغنية حفلة المدرسة اللي بيكون نفسها والدها يروح يشوفها. وبيتأكد الجنود إنها مش زومبي وبيساعدوهم. وهنختم أحداث قصتنا على كده، واللي هنختمه معاكم بمقولة إن التضحية الحقيقية هي أن نضحي بأشياء لها قيمة نظير أشياء لا تعوض. ولو أنت متابع جديد ما تنساش تشترك بسرعة في القناة وتفعل بعدها زر الجرس عشان تقدر تتابع كل أجزاء الأفلام والمسلسلات اللي هتنزل هنا على القناة. سلام.